البوليساريو لا علاقة لها بذلك، حتى نبقى في صلب الموضوع. لا أدري ضيفك الكريم عن أي قانون دولي يتحدث، فالمشكلة الجوهرية هو أن المغرب لا سيادة له على إقليم الصحراء الغربية، وبأن الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي عن طريق قرار محكمة العدل الأوروبية المؤخر الصادر يوم 21 ديسمبر سنة 2016 يقولون جميعا وبصوت واحد أن المغرب والصحراء الغربية بلدان مختلفان، وأن المغرب لا سيادة له على الصحراء الغربية. أبداً. سيد بن حمو دون لديك وأعود إليك إن سمحت لي. وبأن الوجود المغربي في الصحراء الغربية وجود احتلال، وبأن المغرب لا يستطيع أن يوقع أي اتفاقية مع أي شركة أو يمارس أي نشاط أو يشرع لأي نشاط في إقليم لا يمتلك السيادة عليه، وأن الشعب الصحراوي هو الوحيد المخول له باتخاذ القرار النهائي فيما يخص الوضع النهائي للإقليم. هذه هي مواقف الأمم المتحدة، وهذا هو موقف القانون الدولي في الموضوع. يعني أتوقف عند هذه النقطة لأنها هامة وأعود إليك. أعود إليك سيد محمد بن حمو. ضيفي وحتى خبراء في القانون يقولون أن هذا الأمر، هذه الخطوة المغربية تتنافى كما قال ضيفي أيضا مع قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في ديسمبر من عام 2016 الذي تضمن اعترافا بعدم امتلاك المغرب أي سيادة على الصحراء الغربية، وبأن الاتفاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب غير قابلة للتطبيق على الصحراء الغربية. ما حقيقة الأمر وما ردك على ضيفي؟ تفضل. إطلاقا هو عكس كل ما يقول. هذا الحكم الصادر عن المحكمة العدل الأوروبية لشهر دجنبر 2016 أولا لم يعترف بأي شرعية للبوليساريو ليكون طرفا مدعيا، ولكن ألم يقل أن المغرب لا سيادة له على الإقليم؟ سيد أبي ألم يقل ذلك؟ سيد أبي أرجوك دون لديك مثل ما طلبت منه وأعود إليك يكمل فكرته بشكل واضح وأعود إليك. تفضل سيد بن حمد. إذن لا هذا من جهة. ثانيا هو يعني رفض هذا الطلب، وبل أكثر من ذلك يعني مصاريف الدعوة يعني كانت أو تحملها البوليساريو من طرف. فبالتالي إذا كان هناك حديث عن ما يمكن اعتباره الحكم في الدرجة الأولى، نحن نتحدث عن الحكم في درجة الاستئناف والثانية. أكيد أن هناك يعني بعض المحاولات التي يمكن أن يراها البعض في هذا الاتجاه. أنا أقول لك بأن ما يمكن اعتباره المغرب له سلطته وسيادته ويمارس اختصاصاته في الصحراء المغربية. والمغرب يعني إذا كان هذا قائم في المجال الترابي، بالقانون الدولي وقانون البحار عن اي قانون هاتيك الكلمه الان هو سيد بن حمو للمجال الترابي. لا اسمح لي سيد بن حمو، اعود اليك سيد أبي بشرى البشير. لا يتفق معك حتى في قراءتك لقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 2016، وأضيف عليه ما ذهب إليه حتى ناطق باسم الحكومة سيد مصطفى الخلفي، وذهب إليه ضيفي أيضا منذ لحظات. سيد الخلفي يقول: جاءت هذه الخطوة لتثبيت الولاية القانونية للمملكة على هذه المجالات البحرية، سوى سد الباب أمام كل الادعاءات المشككة في أنها لا تدخل في نطاق السيادة المغربي. بطبيعة ردك على ضيفي؟ ماذا نتوقع من ضيفك وماذا نتوقع من الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية إلا مزيد من الإمعان في الإيهام بوجود أمر استعماري واقع، ولكن ليس ثمة أي جهة في العالم تعترف للمغرب بسيادته. التأويل الحقيقي أنا لا أؤول، النص واضح فيما يخص قرار محكمة العدل الأوروبية الذي قال بأن الصحراء والمغرب إقليمان مختلفان متنازع عليه، والصحراء متنازع عليه ولكنهما إقليمان مختلفان. لا نستمع إليك حين يتكلم ضيفي في الاستوديو. أعود إليك إن سمحت لي، دون وأعود إليك أرجوك. أستاذ حكيم، لفهم قرار الحكومة المغربية في إصدار مشروع القانون هذا يجب وضعه في سياقه الحقيقي، وسياقه الحقيقي هو أن المغرب يوجد في عزلة حقيقية ويشتد عليه الخناق يوما بعد يوم، وهذه خطوة في الهروب إلى الإمام. أولا
هذه خطوة استباقية يعني لتقوية، ربما تصور تقوية موقف التفاوضي مع الاتحاد الأوروبي في أفق الاتفاق الجديد الذي تسيطر عليه مقتضيات قرار محكمة العدل الدولية، حيث الاتحاد الأوروبي ومجموعة من البرلمانات تؤكد على ضرورة احترام قرار المحكمة، ولكن أيضا قرارات بعض الشركات الغربية بالانسحاب من الصحراء الغربية على إثر قرار محكمة العدل والملاحقات القانونية التي تطال الحكومة المغربية والشركات المتورطة فيها. ولكن أولا وأساسا وقبل كل شيء هو التغطية على الفشل المدوي الذي لحق بالمغرب في قمة الاتحاد الإفريقي التي كان يراهن عليها، ولكنه تلقى صفعة أخرى من خلال إجماع الأفارقة على ضرورة أن يلعب الاتحاد الإفريقي دوره في هذا الصدد. دعني أتوقف عند هذه النقطة. أعود إليك سيد محمد بن حمو ضيفي، وكما ذهب إلى ذلك حتى بيان جبهة البوليساريو مسؤولو جبهة البوليساريو، ضيفي يقول أن هذه الخطوة التي أقدمت عليها المغرب ما هي إلا خطوة جديدة للهروب إلى الأمام، تهدف على حد قوله إلى إخفاء صعوبة الأوضاع التي يعيشها المغرب اليوم على الصعيدين المحلي والإفريقي والدولي، وأصر أيضا على ما يمكن وصفه بهزيمة المغرب في هذه القمة الأخيرة للاتحاد الأفريقي. ردك على ما قاله؟ أعتقد بأن ضيفك يتخذ أحلامه يعني شكل الواقع ومتمنياته بشكل الواقع. أعتقد بأن يعني الأمر واضح. ما هو الواقع؟ ضيفك ومن وراءه يعني تلقوا من الصفعات ما يكفي ومن الانتصارات ما يكفي، ولكن يبدو أنه لا وجه ولا قف لهم، لأنهم يعني يحولون كل انتصاراتهم إلى ما يسمونه بانتصارات. المغرب في موقع قوة، والمغرب حقق انتصارات حقيقية وواضحة، والمغرب لا يعيش عزلة، هو من يعيش في عزلة. يكمل فكرته. هل هي فعلا خطوة؟ هو من يعيش في عزلة. يا شويش اسمع لي، أنت من تعيش في عزلة ومن وراءك من يعيشون في عزلة، أما المغرب لا يعيش في عزلة إطلاقا. المغرب قوى موقفه. حين تتحدث عن يا سيد بن حمو أرجوك استسمحك يعني أن نرتقي بلغة الحوار فيما بيننا، لكن كل إناء بما فيه ينضح. لا يعني هذه مسؤوليتي أنا هنا حتى نبقى في صلب الموضوع. أعلم أن الموضوع حساس بالنسبة لكما، ولكن أرجوكما أن نرتقي بلغة الحوار. أنا أود أن أسأل وتكمل فكرتك يا سيد بن حمو. ضيفي يقول أنها خطوة جديدة للهروب إلى الأمام للتغطية على صعوبة الأوضاع التي يعيشها المغرب داخليا وحتى خارجيا، ربما إشارة إلى الحسيمة هنا، ربما الإشارة إلى ما ذهب إليه ضيفي من أن جبهة البوليساريو انتصرت بين ظفرين على المغرب في قمة الاتحاد الأفريقي. ردك عليه في هذه النقطة تحديدا سيد بن حمو، تفضل. أقول لك فقط ليفهم المشاهدون، المغرب وقع على اتفاقية مونتيغو باي سنة 2007، وراءه أو له أجل 10 سنوات لإيداع ملفه. نحن في 2017، إذن 10 سنوات هي الآن. هل المغرب يعني استبق كل ما يقوله صديقك وضيفك هناك؟ ثم يعني أي أوضاع يتحدث المغرب؟ المغرب ما يعرفه المغرب من حراك ومن كذلك يعني تعبير عن ديمقراطيات بالنسبة لفئات عريضة، هذا لا تعيشه الكثير من الدول ولا تعرفه الكثير من الدول في المنطقة. نحن نعلم أن من يعني يمنحون ضيفك يعني مظلة هم حين يلاحظون بأن هناك خروج ل10 أشخاص ينزلون 50,000 من قوات الشرطة والأمن. فبالتالي لا، المغرب لا يعيش عزلة، والمغرب حقق انتصارات، والمغرب حاضر. فهي نقطة النهاية، والأمور تؤخذ ويعتد بها بالخواتيم وليس بهذا الكلام. المغرب لا يعيش عزلة، وليست خطوة في هذه الخطوة وليس فيها أي هروب إلى الأمام، وليست هناك حتى هزيمة فيما يتعلق بين ظفرين فيما يتعلق بقمة الاتحاد الإفريقي. ولعل أكبر دليل على ذلك أن حتى المفردات تغيرت.